كنت منزل ريلز على الانستجرام، ففي حد بعت لي الرساله دي: نصيحه لثالثه ثانوي، شغفي ضايع وطمني ان الاحلام بتتحقق وهوصل وتعبي مش هيروح على الفاضي. تعال احكي لك قصتي في الثانويه العامه، من طالب فاشل ودخل كليه طب. والله العظيم انت ممكن ما تصدق نص الكلام اللي انا هقوله. انا هديك هنت صغير وبعد كده هاخدك من حدوتها من اولها. الهنت الصغير ان انا ثانويه عامه حرفيا او فعليا ما ذاكرتش غير من يوم 21/4، وكان امتحاني اول امتحان عندي كان 25/5. واللي انت ما تعرفوش ان احنا كازهريه الازهر عنده مشكله، وهي ان احنا عندنا كام مواد كتير جدا، 16 ماده، والكلام الكتير بتاع الازهريه ده انت اكيد سمعته كتير. ففكره انك تلم ده كله في خلال شهر واحد، ده عبث. وانا مثلا كل ما بيجي لي مثلا امتحان صعب ولا حاجه: تعبيط يالا ولا ايه ده؟ انت جبت ثانويه عامه في شهر يالا مش هتعرف تعملها. بس تعالى افهمك الحدوته من اولها علشان تبقى عندك سيناريو كامل للقصه كامله. فانت لو لسه في شهر اتنين او لسه في شهر تلاته، عايز اقول لك ان الفيديو ده هيفرق معاك قوي، لانه هيفهمك شويه تفاصيل في الثانويه وشويه افكار والعاب نفسيه هتبقى معاك حلوه قوي في الثانويه. بص يا سيدي، انا لسه متذكر لحد النهارده يوم 1/8. يوم 1/8 اللي هو في بدايه السنه بتاعت ثانويه عامه. كان عندي تمرينه، كان تمرين سباحه، وكان عندي بطوله يوم 15/8 في الشرقيه. والدي بعت اخويا في التمرين يقول لي نصا كده: ده اخر تمرين ليك، ما تجيش هنا تاني يا ابراهيم. تمام، عشان انا كنت باخد هدومي وبروح على التمرين عادي واطلع من الدرس على التمرين، يعني كان بالنسبه لي التمرين هو اهم حاجه. وفعلا كنت عايز اكمل الموضوع، ولكن كده مره واحده والدي قال لي مفيش حاجه اسمها تمرين تاني، خلاص الثانويه عامه بدات. ولو واحنا من عيله محافظه، بص انا اخويا الكبير اسنان والتاني صيدله، فانت ما ينفعش غير تطلع انك انت دكتور صيدلي او اسنان. وهبقى اتكلم في الحته دي بعدين. بس المهم، احنا عندنا الاساسيات كده. البيت في الثانويه العامه مفيش حاجه اسمها تلفزيون في البيت. التلفزيون بيتقفل انا اسف. التلفزيون بيتفك وبيتعان في وقت الثانويه العامه. ما كانش معايا موبايل، انا كنت زملكاوي غبي، كنت مشجع زملكاوي، وكنت بص التراس والدوشه بتاعت الزمالك دي. في ثانويه عامه الزمالك وصل نهائي افريقيا. لما كان ستانلي شاط الكوره في العارضه والكلام ده. انا ما عرفتش ان الزمالك وصل نهائي افريقيا غير بعد ما خلصت ثانويه عامه. والله كل ما اجي اقول هو انا ليه ما كنتش متابع؟ طب ليه صحابي ما جوش يتكلموا معايا وكده؟ اللي انا خدت بالي بقى منه ان انا ما كنتش بتناقش اصلا في الكوره، ما كنتش بسمع حد بيتكلم في الكوره، كنت بتجاهل اي الصحبه بتاعت الكوره، بعدت عنها تماما، بعدت عن ناس كتير، كنت دايما بختار الناس في الطريق. المهم، بس خلينا نركز على حته واحده بس، وهي طريقه المذاكره. انا بدات ثانويه عامه سخن بقى، ما فيش تلفزيون، ما فيش موبايل، ما فيش سباحه، نبدا بقى عشان نبقى زي اخواتنا بقى شطار وجمال والكلام ده. في الاساس انا كشخص ما بحبش اذاكر، وبالنسبه لي المذاكره باتعب في المذاكره، مش باتعب في المذاكره، انا عندي اوفر ثينكينج شويه. يعني مثلا اقعد في الكتاب، اقعد على الكتاب، لو انا حبيت اللي انا بذاكره انا بسرح فيه. بس لو ما بحبش اللي انا بذاكره بسرح في حاجات تانية، بسرح بقى عارف انت احلام اليقظه؟ انا بقى المخترع احلام اليقظه. بدات ثانويه عامه بنشاط وحيويه رهيبه، وهعمل اللي محدش عمله، وهخلص بقى وهبدع. لقيت بقى يا سيدي المدرسين، انا كنت سخنت بقى وخلاص وشغال وبذاكر وكلام من ده. بس بعد كده لاحظت ان المدرسين اصلا ماشيين بالراحه وماشيين تاتا تاتا. ايه العبط ده؟ انتوا ازاي كده؟ تقريبا في اول شهرين لقيت المدرسين كلهم، اول شهرين 3 شهور تقريبا، ما خلصوش غير باب او بابين. في عبط حصل معايا. وانا بادئ السخن الكيرف بتاعي طار لفوق كده. المفروض ان الكيرف بتاعك بيمشي بمعدل بسيط، لا انا الكيرف بتاعي طلع كده علشان يمشي. بس لقيت المدرسين مش ماشيين معايا بنفس النمط ده. والنتيجه ان انا بعد شهرين بدات اكسل، ولاني عملت مجهود رهيب جدا وتعبت منه، وما لقيتش فيه اي افاده، لان انا خلصت بس باب هنا وباب هنا وباب هنا. لان المدرسين ليهم فكرهم بقى: انا هشرح واحده واحده، درس تاتا تاتا، صفحه كل يوم، سطر كل يوم، سطرين كل يوم، بطريقتهم الخاصه، علشان يحسسوك انك انت فاهم. فالطلبه، او خلينا نقول الطلبه اللي مش واخدين بالهم، بيحبوا يكملوا معاهم لانهم حاسين ان هم فاهمين، بس في الواقع هم بتضحك عليهم. ولكن المهم، انا حصل معايا حاجه يعني بدعي ربنا عليها لحد دلوقتي. كان مدرس الاحياء مدرس ازهري، مدرس الازهري احنا عندنا في الازهر ما اعرفش بطريقه، المهم يعني بطريقه ما قال انا هشرح لكم الدي ان ايه في الاول، لان ده بالنسبه للازهر هو الباب الاول في الازهر. فده كان بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. بدانا في الدرس الدي ان ايه، والدي ان ايه باي ذا واي يعني هو من اصعب الدروس يعني، بس انا كان بالنسبه لي كان من اجمل الدروس اللي في ثانويه عامه، كنت بعشقه جدا. وارجع برضو لفضل المدرس ان هو فهمه لي بصراحه كويس جدا.
المهم لما خلصنا الدي ان ايه بتاعنا، فكنا خلصنا على شهر 11 او 1/11 وكده، فخليته يبدا في الباب اللي قبله على طول اللي هو الباب الرابع، بحيث ان انا اكون خلصت الباب الخامس والرابع. ووقتها بقى خدت بالي ان انا محتاج انجز شويه، فرحت طبعا من باب المدرسين فاضيين ما بنعملش اي حاجه معاهم، ورحت واخد قرار ان انا هاخد درس تاني في الاحياء. وانا بالنسبه لي ما بنصحش اي حد ياخد دروس تانية في اي حاجه، ولكن انا خدت درس تاني علشان حاجه واحده بس، علشان اقابل المدرس ده بالمدرس ده. وبدات اخد مع مدرس تاني في درس الباب التاني هرمونات، برضه في الاحياء في الباب التاني في الهرمونات، علشان اخلص واقابل بتاع. فكنت مخلص الاحياء في ثانويه عامه في شهر واحد. انتوا مش متخيلين دي كانت مريحاني ازاي. فكره ان في ماده انت ما بتذاكرهاش، وماده من المواد التقيله واللي محتاجه حفظ، خلينا متفقين ان الاحياء محتاجه حفظ، وانا من الناس اللي بيعانوا في الحفظ وبكره حاجه اسمها حفظ. ففكره ان انا اتخلص من ماده معقده زي دي في شهر واحد، ده كان بالنسبه لي انجاز. الحمد لله ربنا شاء القدر ان انا اعرف اعمل الحركه دي. ولكن تاتي الرياح بما تشتهي السفن. انا كنت مخطط ان المدرس بتاعي الرياضه كنت عامل حسابي ان هو هيخلص لنا المنهج كله في شهر واحد. انا ما اعرفش في واحد عاق هو اللي قال لي المعلومه دي، وانا ما كنتش عارف ازاي. كان بالنسبه لي صدمه ان انا لما جينا في شهر 12 او شهر واحد لقيته اصلا ما خلصش ربع المنهج، وبدا يعمل زي باقي المدرسين التانيين. فلما رحت كلمته قال لي لا ده انا هخلص 1/5. ليه 1/5؟ قال لي لا ده انا مش بخلص غير 1/5. انا فاهم، انا كل سنه كده. المهم اتدبست في الرياضه، وانا حرفيا هحكي لكم في الرياضه في اخر شهر ده انتوا هتتصدموا من اللي انا عملته. اقسم بالله يا جماعه انا الثانويه عامه دي تفاصيلها كلها ضحك بالنسبه لي. المهم بص بقى يا سيدي، انا من شهر 8 وشهر 9 وشهر 10 انا كنت داخل سخن جامد ومفيش زيي، وعمال اذاكر بقى واحل هنا وبتاع وكلام من ده. جيت في شهر 11 يعني بدات اكسل شويه. شهر 12 بدات اكسل شويتين، على قد ما عدتش باحضر امتحانات. في شهر 12 ما بداتش احضر امتحانات، واقول ما لهاش لازمه يا عم هنبقى نراجع بعدين والامتحان ملوش لازمه وكلام من ده. جيت في شهر واحد تقريبا بدات ابطل انزل دروس. شهر اتنين انا منعت الدروس تماما، وقفت كل دروسي. شهر تلاتة انا وقفت الدروس ووقفت المذاكره. طبعا اهلي ما يعرفوش الحوار ده لحد دلوقتي. كنت بخش الاوضه ما بذاكرش، بعمل اي حاجه غير المذاكره. كنت كاره الكتب كره العمى. اذا خلاصه القصه والحدوته دي كلها ان انا كنت شهر واحد مخلص، كنت شهر 8 مخلص كويس، شهر 9 مخلصه كويس، شهر 10 مخلصه كويس، ومخلص الاحياء. بس كان برضو بالنسبه لي الاحياء فيها ديفكت كبير جدا جدا جدا، لان زي ما قلت لك ان انا في شهر واحد واثنين وثلاثه انا ما ذاكرتش. فكان الاحياء خلصت في شهر واحد، انا كان في حاجات كتير ما ذاكرتهاش في الاحياء. فقلت خلاص، ده في اخر شهر تلاته الحوار ده حصل. قلت خلاص انا عايز اضمن ان انا خلصت حاجه. ايه هي الحاجه اللي انا خلصتها؟ هي الاحياء. خلاص هقعد عليها 3 ايام بالظبط، واربع، مش متذكر ايام بالظبط بس اعتقد ان هم 4 او 5 ايام. كل يوم عباره عن باب عشان اخلصه واحفظه صم واحل عليه. حليت، قعدت على الاحياء تقريبا خلصتها في 5 ايام المنهج كله، او 4 ايام تقريبا المنهج كله. وحليت عليها كذا امتحان. خلي بالك انت لما بتحل امتحانات، والله يا جماعه بجد المعلومه دي، يعني المعلومه دي بحس انها كنز. الامتحانات هي النجاح. انا اول امتحان ليا تقريبا ما حليتش فيه ولا سؤال. تاني امتحان ليا قعدت احل كويس. تالت امتحان ليا لذيذ. خامس امتحان ليا انا كنت طاير. طب انا لما كنت باجي احل في الامتحان الاول والتاني والتالت، كنت بشوف الاجابه ازاي؟ ما كنتش بروح اشوف اجابه اللي هو مثلا اللي هو الاجابه في اخر الكتاب دي، لا كنت بشوف السؤال اروح ادور عليه في الدرس، فاعرف الدرس. فانا لسه قارئ انا لسه قارئ ان الباب ده اول امبارح. بروح بقى اشوف الدرس ده وبراجع عليه وبحفظه، او قراءه سريعه، يعني مش بحفظه ولا حاجه، انا بقراه قراءه سريعه مع السؤال ده وخلاص كده واروح احل. حرفيا تقريبا 5 امتحانات عديتهم، امتحان السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. الدنيا بقت سهله. ضمنت الاحياء. حتى اتذكر ان انا لما رجعت في شهر 4 مع المدرس، فانا كنت ضعيف جدا في المذاكره وقتها. انا من النوع اللي ما حدش حد يسالني يعني انت مثلا ما تشرحش حاجه النهارده وتيجي تسالني فيها، لان انا اصلا ما كنتش مركز معاك، وليا طريقه مذاكره مختلفه شويه وغبيه شويه. فاتذكر يوم ما رجعت، المدرس ده تقريبا انا كنت رحت له يوم 28 3 او 1 4، انا فاكر يعني حاجه في الرينج ده. فانا كنت بقيت 3 شهور موقف الدروس، قعدنا نحل في الدرس وكلام من ده. فزميلي كان قاعد جنبي والمقرب مني، بعد ما خرجنا من الدرس بيقول لي انت رهيب في الاحياء، انت ما كنتش كده، انت عملت ايه يا ابراهيم عشان اعمل زيك؟ والله ما كنت عارف اقول له ايه. فقلت له ذاكر، ازنق نفسك على 5 ايام على الاحياء وذاكر. ما اعرفش اقول له ايه، بس انا عشان كنت مخلص الاحياء تقريبا. بس براجع تاني وباكد عليك ان انا كنت مخلصها في شهر واحد، ولكن انا كنت متاخر جدا وما فنشتهاش غير في نهايه شهر 3. دخلت شهر 4 وانا ما كنتش مخلص وضامن كده الماده اللي انا ضامنها هي الاحياء.
لا الفيزياء ضامنها ولا الكيمياء ضامنها ولا كنا خلصناها اصلا، ولا الرياضه دي بقى كان يا نهار ابيض، الرياضه دي ما كنتش اعرف فيها حاجه اصلا. كنت قرفان منها ومن المدرس، مع ان ده مش المعتاد بتاعي. خلي بالك انا طبيعتي ان انا كل سنه بقفل المواد الثقافيه. احنا عندنا في المواد الثقافيه اللي هي الفيزياء والحياه والكيمياء والرياضه والحاجات دي، والمواد الشرعيه والمواد العربيه بتاعت الازهر تخص الازهر، انا كنت ضايع فيها. تعالى اوريكم الطياره. انا المفروض يعني كازهري، المفروض كازهري كنت عايز اوريكم الطياره بس ما نفعش. لما انا جيت في ثانويه عامه قلت لا، انا كازهري ما ينفعش. انا اللي عشان اجيب مجموع ولازم اظبط دنيتي، لازم اقفل الثقافي واقفل العربي ويتحرق لا سوري. انا لو عايز اجيب مجموع في الثانويه العامه انا لازم اقفل الثقافي. ثقافي ايه؟ لازم اقفل العربي والشرعي، اللي هي المواد الشرعيه والمواد العربيه. ولكن الثقافي مفيش مشكله ننقص فيه. وعملت حسبتي يا باشا، انت عايز تخش ايه؟ بشري. البشري السنه اللي فاتت واخد من كام درجه؟ كنت تقريبا ناقص 20 درجه، انا حسبتها كده 20 درجه. خلاص هنقص في الماده دي خمسه والماده دي خمسه والماده دي خمسه بس. تحفر كل كلمة موجودة في المواد العربية والمواد المواد الشرعية في مخك وتحفظهم سوا. ودي كان بالنسبة لي حلم لشخص ما بيعرفش يحفظ. ازاي هحفظ؟ تعالى اقولها لك بقى. يوم 1/4 انا بدأت انزل دروس تاني وارجع واشوف الدنيا ماشية ازاي والكلام من ده. بس كنت واخد حاطط هدف قدامي مخي ان انا لازم اخلص بسرعة واخلص المواد. بس ستيل كنت لسه تايه. وكل اللي كنت بعمله من 1/4 ليوم 21/4 تحديدا، يوم 21/4 أنا لسه فاكر اليوم ده كويس جدا. اليوم 21/4 إن أنا بنزل الدروس، أشوف المدرس عاوزنا نعمل إيه اللي هو الواجب بقى والحاجات العبيطة دي، وبعملها وما بعملش أكتر من كده. يوم 21/4 كان أخويا كتب لي رسالة، مش رسالة على الواتس لأ. كان بعد ما خلصت دروسي روحت البيت، فلقيت في ورقة مكتوب على المكتب كده، ورقة شكلها خطه حلو. فبقرأ فيها الكلام، اللي هو أنا مش متذكر الكلام للأسف وما احتفظتش بورقة. ما عندناش احنا ثقافة إن احنا نحتفظ بالحاجات دي. ف ولكن أنا لسه فاكر تقريبا معنى الرسالة اللي هو أنت مميز، شوية بقى صفات كده فيك، واللي هو أنت عيب إنك ما تدخلش كلية طب، وكلام من ده يعني فاهم. فأنا تقريبا سخنت يومها وبجد بشكره. حصل كسر الزجاج اللي انا ماشي عليه لحد يوم 21/4. فلما شفت الرساله دي يعني تقريبا دمعت شويه. انا من طبيعتي ما بعيطش، ولكن دمعت في اليوم ده. فلان انا ضايع حرفيا. انت ده الناس متفائله بيا جامد وان انا هعمل واسوي واشيل واحط، وانا على الله. انا مش مذاكر، انا ما بحضرش الدروس اصلا. هم ما يعرفوش ان انا كنت بغيب من الدروس طبعا، انا اهلي ما كانوش يعرفوا. بس حتى تتذكر ايامي ان انا كنت والله كنت بروح بلاي ستيشن كمان يعني. لا انا عكيت جامد في ثانويه عامه، الحمد لله ربنا سترها. ولكن بقى تعالى بقى افهمك ايه اللي حصل بعد كده. يوم 21/4 لما شفت الرساله بتاعت اخويا اللي حطها لي دي، رحت جايب ورقه وقلم. رحت كاتب كده فوق الورقه خالص انا عندي مواد ثقافيه كذا 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 كذا، مواد عربيه اللي هو النحو والصرف والكلام ده كله، والمواد شرعيه التفسير والفقه والكلام ده كله. تعالوا بقى احكي لكم على تفاصيل اغبى خطه عملتها في حياتي، ولكن الخطه دي فرقت معايا قوي. عايز بس أأكد قبل ما أكمل الخطة، عايز أأكد عليك وأوضح فكرة إن أنا الدردش شغال عايز أأكد عليك وأوضح فكرة إن أنا شهر 2 و3 ونص واحد تقريبا، أنا أي معلومة أو أي حاجة اتشرحت في الدروس على المواضيع اللي في المواد الثقافية أنا ما كنتش أعرف عنها حاجة، لأن ما كنتش بحضر وما كنتش بذاكر وما كنتش أفقه في أي شيء. فلما جيت عملت الجدول، كان تقريبا الجدول بتاعنا اللي هو امتحان الفاينل نزل، امتحانات الفاينل نزل يوم 25/5 أو 24/5 تقريبا. كان اول امتحان ايه؟ الفقه. بس قلت خلاص انا مش هراجع الفقه ولا هذاكره. انا مع ان انا كان في مواضيع كتير جدا ما خلصتهاش في الفقه، لان انا ما ذاكرتش شهر واحد ولا اتنين ولا تلاته. بس قلت خطتي عباره عن ان انا هخلص قبل امتحان الفقه اللي هو الفاينل اللي هو يوم 25/5، قبليه ب5 ايام، يعني يوم 19/5 هكون خلصت المراجعه بتاعتي. وهدي للفقه 5 ايام كاملين. 5 ايام كاملين للفقه علشان اذاكر القديم واحفظ الدروس اللي ناقصاني علشان احفظ الفقه صم. 5 ايام للفقه اجيب فيها الفقه من اوله لاخره. عبث. اللي انتوا بتسمعوه ده والله العظيم عبث. بس دي خطة الإنقاذ بالنسبة لي. وبعدين رحت حاطط بقى خطتي. تقريبا أنا خلصت المواد الشرعية الأول، وبعد كده المواد العربية. عملت إيه بقى؟ كتبت التفسير. فالتفسير كان بالنسبة لي التفسير كان صعب. التفسير عايزك في الأزهر.
بصوا يا جماعه، الازهر تحس ان عندهم عقم شويه في الامتحانات. هو ما بيصححش بمعنى الكلام، هو بيصحح بالسطر. اللي هو انت هتكتب له ايه، وهتكتب له نفس الكلام المكتوب في الكتاب ولا لا. يعني مثلا مش يعني بالنسبه له مرفوضه اي كلمه بديله، فانت لازم تكتب له الكلام بالظبط. فعملت إيه في التفسير بقى؟ التفسير كتبت له يومين بالظبط، يومين رحت مخلصه. اللي انا عملته في التفسير تحديدا عشان تبقى كلام مؤكد. انا كنت بجهز نفسي للامتحان، ان تقريبا هم 5 دروس او حاجه زي كده. فانا حطيت زي قائمه اسئله. تعالى افهمك، يعني مثلا ما هو اسمه، اين يسكن، اين يعيش، ما هي اسم المحافظه، ما هي اسم كذا. اللي هو اسئله جنب بعض جنب بعض جنب بعض. فتقريبا كل درس كنت عامل له زي 4 5 سطور عباره عن اسئله مستحيل الامتحان يخرج منها. هم الازهريه بيجيبوا امتحانات من الاسئله دي. فحفظتها، جمعتها في تقريبا في 3 ورقات تقريبا، او تقريبا يعني وش وظهر وش. فكده انا ضمنت التفسير. هاجي ليله الامتحان هحفظ الاسئله دي وخلصنا. انا كنت بجهز نفسي ليله الامتحان، وليس ان ده اخر يوم ليا في المذاكره. انا كنت بجهز ان انا ليله الامتحان عايز اذاكر الحاجات دي كلها في ساعتين 3. دخلت في الحديث برضو نفس الموضوع، جمعت الاسئله بتاعته والكلام من ده. كان في تاني مش متذكر بقى المواد التانية. المهم يعني تقريبا الموضوع ده خد مني تقريبا 8 ايام، لحد يوم 28/4. من 28/4 دخلت في المواد العربية ليوم كام يا سيدي؟ ليوم تقريبا 8 أو 10. واديت لكل مادة يومين. من ضمن الحاجات المميزة ان المواد المدرس ربنا يبارك فيه الأستاذ خضري، أنا دايما الشخص ده أنا بفتكره وبدعي له بالخير. أستاذ خضري من الناس المحترمين جدا، اللي قال هخلص في شهر واحد، يوم 1/2/2 هخلص، أو 15/2 هخلص. وخلص فعلا. فكان الجاب اللي عندي أو الكسل اللي عندي أو الفترة اللي أنا ما ذاكرتش فيها، كانت جت معاه في كام درس بسيط. فالموضوع كان بسيط جدا ان انا اخلص معاه. ولكن انا ما كنتش بذاكر الادب. ماده الادب يا جماعه في الازهر هي ماده عقيمه. ماده عقيمه، ماده. طبعا الادب عظيم جدا وتفاصيله عظيمه جدا ومفيد جدا لينا كعلم وكقراءه. ولكن انك انت تحفظ كل كلمه هم كاتبينها، اقسم بالله انا دايما كان عندي مشكله في الحاجات الحفظ في الازهر. لان دايما مقتنع ان اللي الف الكتاب هو مش حافظه. فانت ليه تطلب مني ان انا احفظ حاجه اللي الفها واللي كتبها بايده ما حفظهاش؟ فليه انا احفظها؟ فالادب بقى كان عقيم. انا عايز اقول لكم ان الادب اقسم بالله هو الادب والنصوص تقريبا. انا ما قربتش منهم على مدار السنه نهائي. نهائي انا كنت لا افقه فيهم اي شيء. مش فاكر كنت باذاكر النصوص والّا لأ، بس أنا كان بالنسبة لي الموضوع كان أعتقد النصوص كنت باحفظها عادي. ولكن الأدب بالنسبة لي كانت حاجة أنا مش هاقرّب منه، هو عاوز حفظ، أنا مُخّي بتاع، مش باعرف أحفظ. أنا هاجي أحفظ قبلها. أنا مميز جدًا في الحفظ السريع. فأنا هاحفظ بسرعة يا باشا ونخش الامتحان. من يوم تقريبًا 1/5 ليوم 4/5 أو 5/5 تقريبًا، حفظت الأدب بس. طبعًا أنا وقّفت دروس خالص من يوم 21/4، ما عُدتش بانزل دروس تمامًا. وبانصح بيها أي حد بالطريقة دي. خلي بالك أنا أخويا مدرس، فالحاجات دي بتأذيه، بس مش مهم، هو هيسامح. ولكن من يوم 1/5، من يوم 1/5 ليوم 4/5 أو 5/5 أنا قعدت في البيت باذاكر الأدب بس، ما عنديش حاجة باذاكرها غير الأدب. وبرضه باعيد تاني، أنا باذاكر بمبدأ إن أنا ليلة الامتحان بتاع الأدب أنا هاذاكر الأدب ده كله في 4 ساعات، وممكن أذاكره مرتين أو 3 مرات في اليوم. فاهم قصدي؟ أنا عايز يعني ده الconcept بتاعي، اللي أنا عايز أوصل للمرحلة دي. أنا مش اللي هو أنا قاعد النهارده عشان أحفظ البتاع وأصُم، لا، لا، لأ، أنا باحاول أشوف طريقة معينة تحفظني، فعشان لما آجي ليلة الامتحان أحفظ الموضوع بسهولة. بعد كده خدت النحو تقريبًا في يومين أو يوم، أو الصرف برضه في يومين أو يوم، حاجة زي كده. وخلصت دنيتي وزي الفل. جيت بقى يوم 8 ليوم 20، لقيت نفسي إن أنا لسه عندي مواد ثقافية، فيزيا، كيميا، أحياء. الحمد لله الأحياء كنت مخلصها، والرياضة. فكده عندي 3 مواد، فيزيا وكيميا والرياضة. مش عارف أجيبها لكم إزاي اللي أنا عملته في الرياضة في الثانوية العامة. والله يا جماعة أنا لسه لحد دلوقتي مش مصدق إن أنا عملته. أنا اكتشفت في آخر السنة إن أنا لا أفقه شيء في الرياضة الخاصة بالثانوية العامة. لا جبر ولا استاتيكا. أنا لحد دلوقتي أصلا معرفش يعني إيه الفرق بين الاستاتيكا والتفاضل والتكامل والحاجات دي كلها. أعتقد التفاضل والتكامل فيه ظا وزتا والكلام ده. ولكن كحاجات دي ما كنتش بذاكرها. يعني مش عايز أقول عيب مدرس أو هي الثقة في المدرس، أو إن أنا كنت ماشي بسيستم يعني. بص أنا كنت عامل خطة فيها والخطة باظت. ودايما الخطط لما بتبوظ معايا، أو لو أنت بتخطط للمستقبل بزيادة، فلما تيجي الخطة تبوظ منك تلاقي الدنيا اتدمرت بزيادة عن حدها. ولكن عشان ما أطولش عليكم، أنا ذاكرت الرياضة لنفسي في الثانوية العامة وشرحتها لنفسي.
طب انا ذاكرتها ازاي لنفسي وشرحتها ازاي لنفسي؟ جبت كتاب المدرسة في الجبر تقريبا والتفاضل والتكامل والحاجات دي كلها، وبدأت أقرأ الكتاب المدرسة وأفهم هو كاتب إيه، وأشوف الأسئلة اللي هو حللها، واشوف الاسئله اللي هو حللها تاني. يعني هو حل اول سؤال فانا بفهمه وبحاول اشرحه لنفسي، فهمته وحفظت القوانين وكل الكلام ده، اخش في السؤال اللي بعده واحله مع نفسي وبالطريقه دي. وفضلت اعمل الموضوع ده لحد ما خلصت تقريبا كل المواد بتاعه الرياضه في الثانويه العامه لنفسي ولوحدي. ولذلك طبعا انا قلت لك انا عندي ذاكره سريعه، ذاكره الحفظ السريعه ممتازه جدا معايا. يعني انا ممكن اقعد لك الكتاب دلوقتي، لو انا هستفاد منه لا انا ممكن افوكس عليه واركز واخلصه، وتسالني فيه اخلص اجاوبك يا باشا وهبهرك. ده انا ممكن الف لك كتب فيه، ولكن انا مجرد ان انا اسيبه لمده شهر الكلام ده بيتمسح من مخي، انا ولا بفتكر في اي حاجه. فذاكرت الرياضه لنفسي تقريبا في 4 ايام او 6 ايام، كل كتاب خلصته في يومين. انا بقعد بصحى صحيح، في حركة كنت بعملها في شهر 4 كانت حلوة جدا، إن أنا بصحى من الساعة 6 الصبح. فكده أنا خلصت الرياضة. الكيمياء والفيزياء كان بالنسبة لي الكيمياء كان فيه عضوية فيها مشكلة جدا، لأن أنا قلت لك العضوية كانت بتتشرح في شهر 2 و3 وأنا ما كنتش بحضر، فأنا ما كنتش أفقه حاجة عن العضوية. فكل اللي أنا عملته في العضوية إن أنا جبت الكتاب والمذكرة وقعدت قعدة بلدي كده بالليل، أنا لازم أفهم العضوية دي يعني إيه، وبدأت أشرحها لنفسي، بدأت أفهمها أقرأ كلمة كلمة، أقرأ سطر سطر وأشرحه وأوضحه لنفسي، لحد ما بدأت أفهم الموضوع ماشي إزاي. وتقريبا العضوية خدت مني يوم، وخدت مني يوم تاني حفظ عشان أعرف أحفظها وأعرف أحل الأسئلة اللي عليها كلها وأجيب الأفكار بتاعتها. يعني الموضوع خد تقريبا من العضوية خدت مني يوم ونص. وعلشان والكهربية برضو كانت معقدة جدا بالنسبة لي، عشان أفهم الكهربية أنا تعبت جدا فيها. بس أول 3 أبواب ما ذاكرتهمش في المراجعة، ذاكرتهم ليلة الامتحان. عبث، عبث. بس أنا كنت يعني أنا برضه عشان يكون كلام واضح وصريح بالنسبة لك والكلام واصل لك تمامًا، أنا كنت مذاكر في شهر 8 و9 و10 الأبواب الأولانية اللي هو أول والتاني ده كويس جدًا، لأن أنا ما كنتش باذاكر غيرهم يعني، وكنت إيه لسه بنشاطي وحيويتي. الفيزيا أنا مش فاكرها، أنا مش فاكر حاجة في الفيزيا خالص. أنا مش عارف، بس أنا فاكر إن الفيزيا يعني بُص أنا في الحاجات الثقافية كنت شاطر كنت فهلاوي، كنت باعرف فهلاوي وباعرف أتصرّف فيها يعني الحمد لله. لمّا باقعد أقرأ الكتاب باعرف أركّز فيه، باعرف أستنتج المعلومة هو عاوز يوصل لإيه، وباقلِّد يعني وفاهم الدنيا ماشية فيه إزاي. وبدأت امتحانات الثانوية العامة. تعالَ بقى نقعد على المكتب علشان أنا تعبت، كده الدنيا زي الفل. نخش على الامتحانات بتاعة الثانوية العامة، لإن ليّا فيها قصص كتير في امتحانات الثانوية العامة. يالّا الحمد لله. دخلت على يوم 20/5، وكان أول امتحان ليا تقريبا يوم 24 أو يوم 25/5 لمادة الفقه، ومادة إحدى أفرع الرياضة، والله ما أنا فاكر اسمها إيه. لأن أنا ما أعرفش أفرق بينهم لحد النهاردة، لأن زي ما قلت لك أنا شرحت الرياضة لنفسي وكروتها وذاكرتها لوحدي عن طريق إن أنا كنت بذاكر من كتاب المدرسة، وذاكرت الرياضة كلها ال3 أفرع بتاعتها في 6 أيام لوحدي. قعدت أذاكر الفقه وأحفظ في الفقه تماما، واديت آخر يوم ونص للرياضة اللي هو الفرع اللي أنا بقول لك اللي هو بتاع الرياضة ده. وطبعا ذاكرت برضه من كتاب المدرسة، والمدرس اللي أنا كنت باخد عنده كان عامل مراجعة، ما رضيتش أحضر فيها خالص لأن عارف إن أنا مش هستفاد حاجة، مش هيفيدني بحاجة، كان زمانه فادني طول السنة. فيعني ما جاتش على دي. أول يوم عدّى، والله يا جماعة أقسم بربي أنا لحد النهارده أنا طبعًا الفقه حليته كويس جدًا، ما غلطتش فيه غلطة. أنا يا باشا مدّي له 4 أيام، عارف يعني إيه تمِد الكتاب 200 صفحة؟ صحيح أنا هاقول لكم طريقة مذاكرتي للحاجات المعقدة والصعبة دي. أنا يا جماعة لمّا باجي أذاكر مادة كبيرة، أنا لمّا آجي أذاكر مادة كبيرة والّا كده، أنا عندي أسلوب غريب شوية، اللي هو إن أنا مثلًا أجيب الكتاب. أنا امتحان الذاكرة كان كتاب الفقه تقريبًا كده 150 صفحة حاجة زي كده، فأنا باقول أنا هاخلّص 30 صفحة كل يوم، بحيث إن أنا أخلّص كلّه 120 صفحة. فيتفضل معايا كتاب هناك في الآخر كده كام صفحة وخلاص في آخر اليوم نجيبهم في السريع. يعني أنا تقسيمتي مش باقسّم اللي هو الشابتر لوحده ولا بتاع، لأ باقسّم في الصفح. أنا بالنسبة لي الصفحة ليه بقى؟ ليه؟ لإن في تفصيلة تانية عايز أقول لك عليها. لمّا آجي أقسّم بالصفح، فأنا لمّا آجي أذاكر بقى اليوم، أنا مثلًا النهارده عندي 30 صفحة حلو، أنا باجي أذاكر باجيب الموبايل بتاعي أو أجيب أي timer، وكل 10 دقايق، كل 10 دقايق بالضبط لازم أقلب الصفحة، لازم أقلب الصفحة، ما خلصتهاش هاقلبها.
ليه؟ لان انا عندي مرض الاوفر ثينكينج، انا ما بعرفش اقعد على الكتاب واعرف اقرا بسهوله. يعني مثلا انا جبت الكتاب ده، ماشي، جبت الروايه دي، قرات اول صفحه فيها، فحكى لي ان مش عارف مين انتوي ضرب خالته وبتاع، فانا افتكر في يوم من الايام خالتي كان بتضرب حد، فانا مخي بقى بيروح، وانا هعمل ايه بقى لو حصل معايا موقف زي ده، او تخلف ما لكوش دعوه بيه. فانا من النوع اللي هو بحط نفسي تحت ضغط اكتر ما انا عايش في ضغط، علشان بس اوصل لحته ان انا ما اسرحش خالص. فكان بالنسبه لي الصفحه الواحده اللي هي الوش يعني تخلص في 10 دقايق، طب انا ما خلصتهاش، مفيش، ما فهمتهاش، مفيش، علم عليها واللي بخش في اللي بعدها، وبهاتها في الاخر اللي ما دام انت ضميرك صاحي قوي كده، ضميرك صاحي هاتها في اخر الليل، ضميرك مش صاحي ما تجيبهاش عادي، انت ما عندكش ضمير اصلا. وعدى اول يوم في امتحانات الازهر، وكان في مستشارين بقى، والازهر ما فيهوش غش، كان لجنه مقرفه، وكان في مشاكل مع الاستشاريين. مقرفه مش في حته يعني فكره ان انا اتفتش 4 5 مرات دي كان بالنسبه لي حاجه مزعجه، وكان اول سنه بوكلت بقى وكلام عبيط كده ما كناش فاهمين احنا بنعمل ايه والكلام من ده. اتذكر حتى الان عن امتحان الرياضه او الفرع اللي انا امتحنته في اول يوم في الامتحانات في الرياضه، اللي انا مش فاكر اسمه لحد دلوقتي. اقسم بربي ان في سؤال من الاسئله انا حليته، انا عمري ما قراته، او يعني انا بحل كتاب المدرسه ما شفتوش نهائي، ولا شُفت مثيل ليه، وما كنتش فاهمه، لأ ما كنتش فاهمه، أنا مش عارف هو إيه. والله يا جماعة يعني لا إله إلا الله، أقسم بربي أنا ما كنت عارف القوانين اللي المفروض نحطها في مسألة زي دي إيه. بس قُلت أنا مش هاسيب السؤال فاضي، أنا عايزك بس تركّز، عارف يعني إيه امتحان رياضة وخطوات بقى ومعادلات والكلام العبيط ده كلّه، ومشيت خطوة، خطوة مع نفسي عشان أحل المشكلة. أنا مش فاكر كان السؤال عبارة عن إيه، بس هو كان تقريبًا بيقول لك مش عارف تعمل إيه وتودّي إيه، حاجات أنا مش فاكرها والله. عشان بس ما ألفش. بص انت عايز تحل المشكله دي ليك، يعني ده حاجه انت موجود دلوقتي وعايز تحسبها لنفسك، وانت معكش حد حلها، مش هتسيب الامتحان فاضي. ومش ألفت بقى، انا حاولت ان انا ايه اوصل ان انا ارسطو في نفسي بقى وبتاع، وقعدت احلها. انا اقل درجه في امتحان رياضه في الافرع الرياضه كلها كان يعني 15 من 20، فما اعرفش هل هو ده الامتحان اللي انا اقصده ولا لا، بس في الواقع انا كابراهيم حلي في امتحانات الرياضه او في مذاكرتي في الرياضه في الثانويه العامه انا اجيب فيها صفر. يعني ان انا اعرف اذاكر اجيب كتاب المدرسه واذاكره واروح الامتحان واحل، ده بالنسبه لي انا لحد دلوقتي مش فاهم انا عملت كده ازاي، او انا ازاي جبت الجرأة اللي تدخلني الامتحان اصلا وما فكرش زي زمايلي طب ما تأجل السنه يا ابني وتظبط الرياضه. لان انا والله يا جماعه لحد دلوقتي انا مش فاهم الرياضه حصل فيها كده ليه، ولا باظت مني ازاي، ولا ازاي سمحت لنفسي ان انا اوصل لحد الامتحانات وما كنتش متمكن رياضه، لان دي عمره ما حصل معايا على مدار تاريخ حياتي التعليميه. فاجي في الثانويه العامه اعمل كده، ولكن مش مهم، ده نصيب. الحمد لله. تاني يوم تقريبا مش عارف مادة ايه، المهم بقى بعد ما نخش بقى في امتحانات ونعدي 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 لحد ما جه امتحان القرآن. على امتحان القرآن. بصوا انا ختم القرآن وانا في 6 ابتدائي، ولكن دايما عندي مشكلة في القرآن، لان انا من هجرت القرآن. مش هجرت القرآن بالمعنى الحرفي، ولكن ما تعرفش انا يعني مش عارف، يعني انا كنت حافظ القرآن كويس جدا، يعني مثلا كنت ختم القرآن تقريبا في 6 ابتدائي او قبلها كمان، ولكن ما تعرفش تاخدني مثلا ما تجيش تستني في اول المصحف، يعني مش هكون تايه. انا مثلا في اخر 10 اجزاء اسالني في اخر 10 اجزاء هجاوبك كويس جدا، اسالني في اول 10 اجزاء مش هعرف اجاوبك، اسالني في النص. انا اسف جدا لو التصوير هيكون سيء دلوقتي، او الصوت هيكون سيء علشان بس الهواء والمكان اللي انا فيه، بص الدوشه، او حتى الطياره هناك هي عامله ازاي، فاستحملوني. ولكن انا لسه متذكر دلوقتي وانا بمنتج الفيديوز ان انا نسيت اتكلم عن الانجليزي. انا يا جماعه درس الانجليزي انا قفيته في شهر 11 بالظبط. انا كان بالنسبه لي الانجليزي هو لغه، لو حافظ كلمات هتحل، القواعد كده كده هي خدناها قبل كده، ومش هي يعني مثلا مش هيركز معايا في حاجه قوي غير درجه مثلا ولا سؤال ولا سؤالين، اوف يا باشا السؤال ولا السؤالين، او خليها سؤال واحد وهتتعامل معاه كويس جدا. ووقفت درس الانجليزي تقريبا من شهر 11 لاخر السنه، ما نزلتش دروس اصلا تقريبا غير في شهر 4. قلت كده انزل شوف المدرسين بيقولوا ايه، ولا في حاجه مهمه في مذكره مثلا تجيبها تفرق معاك في المذاكره ولا كده، ولا تسهل لك الدنيا. وقد كان الحمد لله دخلنا امتحان انجليزي والموضوع وفر معايا وقت جامد. اي نعم انا ما قربتش من الانجليزي على مدار العام، ولكنه يعني مثلا اتذكر لما رحت رفعت قضيه، لما جيت اعمل تظلم في واحد من الشباب قال لي ما تعمل يا ابني تظلم على الانجليزي، اصل الانجليزي غالبا اكيد انت منقصنا في الباراجراف. فانت لما انا رحت بقى عشان اشوف الباراجراف بتاعي
لقيت الراجل مديني 5/5. كنت انا كاتب، كان تقريبا الكلام كان عن القراءه، اكتب باراجراف عن القراءه. فانا كنت في السنه دي كنت قرات كتاب اللي هو ذهب مع الريح، فكتبته بالانجليزي ورحت كاتب اسم عنوان الكتاب كده ما بين سطرين وبتاع. واقسم بالله يا جماعه كان في سطرين كنت مكررهم في الباراجراف، يعني انا مش كنت لاقي حاجه اكتبها، رحت كاتب سطرين، اول سطرين في الباراجراف رحت مكررهم تاني كذا مره. كان حاجه فضيحه، يعني الراجل لو كان قرأ الكلام كان هينقصني. ولكن ده لقيته كده عامل مع خط تحت عنوان الكتاب واسم الكتاب اللي انا حاطه له، و5/5. فما أنا يا فرحتني بس زعلتني ان انا ما لقيتش درجه اخدها وقتها، بس قشطه عادي مفيش مشكله. اللي انا عايز اقوله لك واكد لك عليه، لكل مجتهد نصيب، واذا لم تقاتل من اجل ما تريد فلا تبكي على ما خسرت، فلا تبكي على ما خسرت. لازم تحارب علشان هدفك. في مليون واحد عاوز نفس الهدف، وللأسف ما بينفعش حد ينجح فيك غير 1000 شخص. فهل انت متقبل انك تكون من 1000 شخص دول، ولا بالنسبة لك عادي يا باشا؟ ولا عادي يا باشا هنكون من باقي المليون اللي هيخسروا، مفيش مشكلة، او هحارب نص نص. لكل مجتهد نصيب. اتعب وبس، اتعب وبس. هتقولي طب سيستم مش سيستم، طب انا اتعب ازاي مش هتعب ازاي؟ اتعب، اعمل مجهود علشان تيجي، وانت علشان لما تيجي تدعي ربنا تقول له يا رب انا تعبت، انا عملت مجهود يا رب، يا رب اديني يا رب، يا رب نجحني يا رب. وربك هينجحك. وانا شفت ناس كان طول عمرهم بيغشوا في الاعداديه والاولى ثانوي وتانية ثانوي، وفي ثالثه ثانوي ما كانوش بيغشوا، واشهد لهم ان هم دخلوا كليه الهندسه من اوسع الابواب، وبمجهوده الخاص، وبمجهوده الخاص. حتى انا يوم ما اشوف درجته، فانا اروح يعني مش عايز اقول هم كانوا مكانه فين في اللجنه، ولكن لما سالت زمايلي عليه قلت لهم يا جماعه هو ازاي ده جاب المجموع ده، ولا ازاي دخل هندسه؟ الراجل ده ازاي ده طول عمره بيغش عشان بس يعرف ينجح. فلا لا لا يا ابراهيم، الواد ده تعب السنه دي بجد. الواد ده كان بيعصر على نفسه ليمونه، وكان بص جايب اخره السنه دي. فحرفيا انت ممكن تلحق نفسك. كل المطلوب منك بس انك تقعد تقرا في الكلام اللي قدامك، اقرا الكلام اللي قدامك، حاول تحفظه، حاول تفهمه، ومره في مره في مره هتلاقيه لازق في المخ. بلاش الموبايلات، بلاش الموبايلات عشان دي اسوأ حاجه في الزمن ده. هتدمر لك وقتك وهتسرق منك عمرك. السنه كده كده هتعدي، بص كده كده السنه هتعدي، فانت ممكن تعديها بده، ممكن تعديها بالكتاب. بس انت لو عديتها بده هتزعل انت واهلك وكل اللي حواليك وما اكثر الشماتين في مصر مع نتيجة الثانوية بتاعتك. ولكن لو تمسكت بالكتاب ورميت ده، وقتها اضمن لك انك هتوصل للي انت عايزه وبكل سهولة وبكل بساطة.